بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وهنا. جايه لكم بايه بقى؟ بالقطايف الفاخر من الاخر. دي قطايف جميلة جدا. طبعا انتوا عارفين ان القطايف والكنافة دي حلويات رمضانية لازم تبقى موجودة في كل بيت. طبعا عشان بس ما نحتس ونقول ايه مش لاقيين حد يجيب لنا قطايف، مش لاقيين حد يجيب كنافة، الفرن زحمة، لا. احنا نعمل ايه؟ تخليكي شاطرة وتشغلي دماغك كده. وانت طبعا ست الستات اكيد عندك كوبايه دقيق، معاها كوبايه ميه ومعلقه خميره ومعلقه سكر مش مليانه قوي، معلقه سكر صغيره وشعره ملح بس. عملتي القطايف وانت قاعده في بيتك. شفتوا بقى؟ حطينا الدقيق هنا في القمع، كوبايه دقيق، حطينا معلقه خميره، معلقه وحبه صغيرين عشان تخمر بسرعه، وهنا معلقه سكر مش مليانه، عشان طبعا السكر انتوا عارفين بيحمر ال- العجينه، بيخليها يعني لونها يبقى محمر قوي. احنا مش عايزين كده حبايب قلبي، احنا عايزين لونها مستكاوي. يعني ايه مستكاوي يا مسلم؟ ذهبي، عشان لما نقليها في الزيت تدينا النتيجة اللي احنا عايزينها وشكلها يبقى حلو. طبعا اهو شعرة ملح سنة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اخر حبة دي لازم احطهم. طبعا هقول لك حاجة، ما ينفعش يبقى فيه مية ناقصة او دي ناقص، لازم العيار هو العيار. طبعا انا بعاير بالكوباية، ما عايرتش بالجرامات ولا بالميزان. كوباية دي سهلة جدا، عشان اللي ما عندهاش ميزان مش هنقول جرامات. كوباية دي قصادها كوباية مية، هتضاعفي الكمية براحتك زي ما انت عايزة، طبعا على عدد أفراد أسرتك. شفتوا هنا بقى بكمل بالظبط المية على قد دي. ما عندكيش أنا عندي القمع ده طبعا، ممكن تعجني في طبق براحتك، في بولة، في أي حاجة. بس المشكلة أنا بحب الإزازة ليه؟ لسبب، هي بتسهل أعجن وأصب فيها وكله، ما بلحوس الدنيا وبهدل الدنيا. دي قطايف ال5 دقايق. هنا بصي ارجوها بقى رجه جامده جامده جامده، بس اتاكدي ان الازازه تبقى ناشفه عشان الدقيق ما يمسكش في قعر الازازه، زي ما حصل لي كده. يعني كنت لسه غاسله الازازه فدي مسكت، فتهدي حيلي قبل ما رجيتها. رج جامد وتاكدي ان هي خلاص يعني مفيش اختلط الميه بالدقيق كله، وتهويها عشان لو سبتيها هتفرقع، هتعمل صوت فرقعه جامده جدا. فانت هويها وتسيبيها بقى تخمر مع نفسها. هنا انا خرمتها بايه؟ خرمتها بمسمار سخنته على النار، وخرمت خرم صغير مش كبير. طاسه تيفال باركولي عليها، يعني لسه جايباها يا حبايب قلبي. طبعا حطيتها على النار سخنت، وطيت النار حاجه بسيطه كده، خليت نار متوسطه. طبعا عايزه تحطي في طاسه اكبر من كده براحتك، هي انا عايزه المقاس ده. دي القطايف العصافير يا ولاد الصغننه، عايزه تكبري براحتك. بس اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين؟ زي الفل زي الفل. طول ما هي وشها خرم من فوق كده تعرفي ان انت ماشيه صح الصح. القطايف خربت من فوق زي الصح، جميله. طبعا المقاس اللي يعجبك اعمليه. بصوا انا بطلع على فين بقى؟ عشان انتوا ما شفتوش انا بطلع على فين. انا حاطه فوطه وبطلع عليها وبغطي. طلعي وتغطي لحد ما تخلصي الكميه كلها. شوفي الازازه مريحه ازاي، جميله جدا. ما بتاخديش وقت، وانت ممكن عندك لو طاسه اكبر من كده مش هتاخدي ثواني. يعني كوبايه دي بسم الله ما شاء الله عملت كميه حلوه جدا هتشوفوها. فكده حاجه فاخر من الاخر يعني. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللي معايا لحد دلوقتي لايك وشير بقى، وشير الفيديو لاكبر عدد عشان يوصلكم مني كل جديد. واللايك الجميل عشان هو اللي بيرفع الفيديو. ما تحرمش منكم حبايب قلبي يا رب، ويجعلوا رمضان سعيد عليكم وعلى جميع خلق الله. انا هعمل معاكم الكنافه، بس طبعا النهارده نزلت قطايف بس عشان انا مشغوله بقى بظبط المطبخ وكده، بعمل اجواء رمضان عشان يعني ايه كل سنه وانتم طيبين. بصوا اخر حبه دي يعني عجين في الازازه فضيتهم، بصوا طالعين عاملين ازاي. شكل غريب بس حلو برضه، عملت قطافيهم. بسم الله ما شاء الله كميه حلوه جدا. هنا حطيت حبه سكر وسوداني دقاه كده نص دقه، وجوز الهند وزبيب، ومعلقه سكر كبيره. ما شاء الله بتتقفل ملبن ملبن زبده، ما شاء الله زي الفل. هنا طبعا انا كنت هقلي في الطاسه التيفال ديت، لقيت الزيت بعافيه شويه قليل، اضطريت ان انا ايه احط في الحله الصغيره دي عشان الزيت يغطي من فوق ومن تحت وتتحمر حلو، ما تبقاش جنبي ملسوع ولا حاجه. طبعا احنا عايزينها ايه؟ ذهبي، مش عايزينها محروقه ولا حاجه.
انا كده عامله الشربات، انا بعمل كيلو شربات وبركنه في التلاجة. بس شربات القطايف بارد وتقيل، والكنافه نفس النظام، بارد وتقيل. البسبوسه الحاجه الوحيده اللي بنحط لها الشربات سخن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا بطلع اهوت من الطاسه للشربات. معلش حقكم عليا، عندي برد وزوري رايح خالص، انا مأجله الفيديو ان انا اعمله، بس مضطره بقى خلاص. صوتي تعبني جدا. بص ما شاء الله، عندي حبه جوز الهند باقيين مش عايزه اسيبهم، رحت رشهم على الوش. بس بامانه عسل، والله بدون مجامله. صغننه بص متحمره، حاجه كده جميله. دي من كوبايه دي، بس احنا لقطنا شويه وانا واقفه بقيت القط وودي حبايبي معايا. بصوا، لايك وشير وشيروا الفيديو لاكبر عدد عشان يوصل لكم مني كل جديد. اسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.